السمنة مقبرة الجمال، جملة جارحة؟ ممكن، حقيقية للأسف السمنة مش بس رقم على الميزان، ده السمنة دي تعب وخمول وتساقط شعر وبشرة باهتة وترهلات وملامح بتتغير أسرع من سنك، غير إن هي بتسرق منك ثقتك وأنوثتك ونشاطك. التغيير مش مستحيل، كل اللي محتاجاه خطة صح وناس تدعمك عشان ترجعي تاني بجسمك ورشاقتك وبشرتك. أول حاجة هتعملي أسلوب حياة مش حرمان، هتقسمي الطبق زي ما اتكلمنا عنه قبل كده مع المية والمشي. تاني حاجة والأهم على الإطلاق الجانب النفسي، الدايت يا جماعة لا عقاب ولا حرمان، الدايت ده أسلوب حياة. بدل ما تقولي أنا محرومة قولي أنا بختار صح عشان أعيش أحلى وأحسن. ومكافئي نفسك بمرة في الأسبوع بحاجة بتحبيها بدون جلد ذات. خلي نفسك ملتزمة 80% و20% خلي عندك مرونة. وتابعي نفسك بالصور والمقاسات، ما تعتمديش على أي ميزان. واكتبي نجاحاتك الصغيرة زي انك مشيتي مثلا. وكافئي نفسك كل أسبوع بأي حاجة غير الأكل. هتلاقي نفسك بتنزلي بالراحة بس بثبات، نفسيتك أفضل، مقبلة على الحياة. هتلاقي دايت طويل مش شوية وتزهقي وتبطلي. قولولي بقى، جربتوا تمشوا على دايت واقعي قبل كده؟ اكتبولي في الكومنتات تجربتكم أو سؤالكم. اعملوا متابعة للصفحة، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد عن التغذية والنفسية، محتوى حقيقي من حد بيحب يشوفك مرتاحة ومبسوطة. معاكم إيمان عبد الحليم.